انا بقى جايه اتحداكم واعمل لكم احلى فطار في رمضان، بروتين ونشويات ووجبه متكامله باقل من 50 جنيه. اول حاجه بقى هنعملها، هنجيب 3 شرايح من صدور الفراخ اقل من ربع كيلو، هنقطعهم مكعبات صغيره كده زي ما انتم شايفين، وننزلهم بيهم على طاسه سخنه جدا بالشكل ده من غير اي ماده دهنيه ولا زيت ولا سمنه، وهنقلبهم كده تقليبه. وبعدين معانا هنا بصلايه كبيره متقطعه برده مكعبات صغيره، دي بقيه البصلايه، بصلايه كبيره شويه او بصلتين متوسطين، وهنقلب كده لحد ما تاخد صدمه بقى كده من كل حته. خدت معانا بقى الصدمه والتقليبه الجميله، هنبتدي نحط عليها بقى شويه الملح بتوعنا، معلقه صغيره من الملح، ومعانا هنا معلقه من بهارات الفراخ، اي نوع بهارات حابين طعمه هنحط معلقه. وعندنا هنا برده نوع تاني من البهارات، في بابريكا كده هنحط كده منه معلقه برده صغيره، نطعم بقى الحاجه الجميله اللي احنا بنعملها دي. خدت بقى الفراخ صدمه، خدت صدمه بقى من الطاسه، وخدت صدمه كمان من اللي احنا هنعمله معاها عشان هنخليها كتيره وجميله، وهتشوفوا هيبقى شكلها عامل ازاي في الاخر. خدت الصدمه الجميله بتاعتنا، وهنبتدي نحط عليها دي نص فلفلايه خضراء كبيره او فلفلايه صغيره برده، ومعانا هنا نص فلفلايه حمراء اللي هي فلفل الالوان اختياري، الفلفل الاحمر اختياري، اللي مش حابب بلاش يحطه، بس هو بيدي لها لون بقى وشكل جميل جدا زي ما انتم شايفين كده. شايفين بقى كميه الفراخ اللي احنا عملناها بقت قد ايه؟ من اقل من ربع كيلو فراخ، صدور فراخ. هنقلب بقى كده لحد ما الفراخ بقى تستوي معانا، والفلفل بقى يدبل معانا كده ويستوي معانا خالص، واوريكم بقى شكلها عامل ازاي. شايفين بقى الفراخ استوت معانا بقى، والفلفل كله استوى وبقى جميل كده زي ما انتم شايفين. هنبتدي نحط بقى ربع معلقه كده من الثوم اختياري برده، بس بيدي لها ريحه وطعم حلو جدا يوديها في حته ثانيه خالص. هنقلب بقى كده تقليبه، وبعدين نفتح عليها كده وتبقى جاهزه معانا. استوت بقى معانا كده وبقت جاهزه معانا، شايفين شكلها، شايفين الكميه ما شاء الله اللي عملتها قد ايه. تعالوا بقى نغرفها مع بعض. هنعمل بقى الرز الجميل واسهل رز في الدنيا. هنجيب نص معلقه من السمنه، هنحطها كده في الحله الجميله بتاعتنا، وهننزل بكوبايتين من الرز، هنقلبهم بقى فيها تقليبتين كده لحد كده ما الرز كده يسخن معانا في الحله. ابتدى بقى الرز يسخن معانا كده بقى في الحله الجميله. هنبتدي بقى نجيب معلقه كبيره من بهارات، اي نوع بهارات بقى، كركم، كاري، بهارات برياني، اي بهارات عندنا حابين ان احنا نحطها على الرز نحطها معلقه كبيره، ونقلب بقى كده لحد بقى كده ما يتداخلوا مع بعض كده وايه، وتسخن هي كمان كده وتتحمص معانا شويه. سخنت بقى معانا كده واتظبطت، نبتدي بقى نحط الميه بتاعتنا مقدار الرز المصري العادي بالشكل ده، عقله ونص فوق الرز بالشكل ده. نحط شويه ملح وشويه الفلفل بتوعنا، ونغطيه بقى ونسيبه يستوي عادي خالص لحد ما الميه تتشرب، وبعدين نحط على عين صغيره كده لحد ما يستوي خالص. واستوى بقى الرز الجميل بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. تعالوا بقى نغرفه ونشوف هنغرفه ازاي. هنجيب بقى الصينيه اللي هي مفتوحه من النص دي، وهنجيب بقى الفراخ الجميله بتاعتنا كده، وننزل بيها كده جوه الصينيه من تحت بالشكل ده، ونوزعها بقى كده كويس قوي كده من تحت، وبعدين نجيب الرز الجميل بتاعنا ونغرفه كده من فوقيها بالشكل ده كده عشان الشكل بقى الجميل. هنسويه بقى كده ونضغط عليه علشان يتماسك بقى كده مع بعضه كله بالشكل ده. وهنجيب بقى طبق التقديم الجميل ده وهنقلبه عليه كده، وهنقلبه بقى هيله بيله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. واو، شايفين يا جماعه بقى احلى بقى طبق ممكن ناكله في حياتنا بجد. شايفين من اقل من ربع كيلو فراخ عملنا الطبق الجميل ده باقل من 50 جنيه بجد. عزومه، عاملين عزومه. شايفين شكله حلو ازاي، شايفين الفراخ ما شاء الله شكلها كتير ازاي، عشان احنا اضفنا عليها اضافات كلها بتحلي الطعم، مفيش حاجه متغير الطعم او حاجه بعيده عن مثلا الفراخ، كلها حاجات جميله زي ما انتم شايفين كده. جربوها بجد هتعجبكم جدا. بالهنا والشفا، شكرا ليكم وسلام عليكم، باي باي.